الفن لغة يفهمها الجميع، هي لغة عابرة للقارات، تتخطى الحواجز، تتخطى السدود، يفهمها الإنسان دون الحاجة إلى مترجم. وإحنا في جاليري حول العالم بنعبر كل الحواجز، نتخطى كل الحدود، بنخاطب النفس ونخاطب الروح ونستمتع معا بجاليري حول العالم. Art is a language that's understood by literally everyone. No one, whoever, wherever, misses understanding art without even translating the language. Art is something that we all need. It nurtures our spirits and our souls. In gallery around the world, we will touch your souls. Now enjoy gallery around the world.
أنا هدى عبد المنعم، فنانة تشكيلية وكوميسير عام النهارده معرض رسائل البحر 2025. مشارك معايا 40 فنان وفنانة من اسكندرية، وكلنا بنتكلم عن اسكندرية والبحر وعشقنا الجو الصيفي الجميل في مجالات مختلفة. شارك معانا تصوير فوتوغرافي وتصوير الزيتي والنحت والميكس ميديا. كل حد بيورينا رؤيته الفنية الخاصة بالفن التشكيلي. كل سنة بكون حريصة إن أنا يبقى في ناس جديدة معايا موهوبين وهواة، وفي ناس لسه مبتدئة لكن بياخدوا فرصتهم إن هم يعرضوا الأعمال بتاعتهم بشكل جيد مع فنانين متخصصين. إضافة للنقد والنقاد اللي بيعملوا معانا معارض كان بيكون لهم رأي بيساعد وبيدي دفعة للفنانين اللي بادئين إن هم يحسنوا شغلهم. أهلا بحضراتكم، كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف حسب النبي، أستاذ الخط العربي. يسعدني ويشرفني إن أنا أشترك في معرض رسائل البحر مع الفنانة الكبيرة القديرة هدى عبد المنعم كوميسير المعرض، ومع نخبة جميلة من الفنانين الممتازين على مستوى العالم في الفن التشكيلي. أنا اشتركت النهارده الحمد لله بلوحة جمالية بالخط العربي بالخط الكوفي، وطبعا بألوان الجواش، وعملتها على اسم المعرض. المعرض طبعا بيوحي ان هو رسائل البحر، فانا جبت رسالة ربانية اسمها وجعلنا من الماء كل شيء حي، وخصيت كلمة حي. طبعا الحي هو الله سبحانه وتعالى باللون الأخضر، واللي هو ينبت إلى الحياة. زائد عملت نقطة مية جواها العالم كله، إن هي المية بتغذي العالم كله. فيا رب تعجبكم. المقاس بتاعها 50 في 70 بالخط الكوفي المعروف بألوان اسكندرية اللون اللبني، والحمد لله رب العالمين، ويا رب تعجبكم. سلامي وشكري قناة 7، قناة الصعيد المهتمة دايما بالفنانين التشكيليين. شكرا لكم. أنا مبسوطة إن أنا مشاركة معاكم النهاردة ومع كوكبة من الفنانين. أنا النهاردة صورتي بتعبر عن جمال اسكندرية، صورة القائد إبراهيم وصحة المرأة، بتبرز جمال المسجد والأشجار وحاجة كده تراث تبع اسكندرية. النهارده في معرض باشمهندسة هدى كالعادة باقة متميزة من الفنانين. أنا مشاركة النهارده بلوحة زيت على كانفاس 50 في 70. زي ما أنا متعودة أعمل مدرسة، بعبر بالمدرسة التعبيرية. اللوحة في مجملها بتعبر عن الحب الكوني. طبعا هنا كالرفول شوية، يعني كل لون هنا له معنى، له سيكولوجية في الألوان اللي محطوطة على اللوحة. جزء من الألوان منفذ باي فينجرز وجزء بالفرشة، وطبعا عشان يخدم المعنى الكلي للوحة. طبعا كامل دفعة 93 جرافيك. إن شاء الله يسعدني المشاركة مع رسائل البحر رقم 2. مشاركة المرة دي بالعمل الفني أنا مسمياه الربيع والظهر، بحيث إن إحنا ممكن نشوف نفس الشجرة نفسها في أكتر من اللي هو السيزون بتاعها. ركزت في المنتصف بمجموعة الزهور اللي ممكن نلاقيها، وهنا كل فصل له الظروف المناخية بتاعته مع خلفية مناسبة تقدر تجمع العمل الفني ككل. أتمنى تعجبكم إن شاء الله. أنا الفنانة التشكيلية نرمين حسن، مشتركة النهاردة في معرض رسائل البحر، وطبعا كل الفنانين الاسكندرانيين بما فيهم أنا بنحرص كلنا إن احنا نكون مشتركين في المعرض ده. أنا مشتركة النهاردة باللوحة بتاعتي عن الحصان، مساحتها 100 في 70، وأتمنى تعجبكم. أنا الفنانة سمية محمد، مشاركة النهاردة في معرض رسائل بحر 2 بمناسبة عيد اسكندرية القومي.
حبيت أشارك النهاردة بجزء أنا بحبه في اسكندرية. عملت اللوحة ديت بالألوان الزيتية بسكينة. أنا الفنانة التشكيلية دعاء البيك، مشاركة في معرض رسائل البحر بمناسبة عيد اسكندرية القومي بلوحة سكندرية اسمها المركب والموجة. المركب دي كانت من وحي اللي هو مصنع المراكب في الأنفوشي، وعملت البحر جنبها وشبك. يعني هي بتعبر عن اسكندرية. أنا فنانة تشكيلية بقالي 24 سنة 25 سنة برسم. درست لمدة كبيرة 11 سنة حر في كذا مكان في اسكندرية، أتelier اسكندرية وكلية الفنون، وكل حتة رحتها بتعلم. وسعيدة بالمشاركة، وبشكر الفنانة هدى عبد المنعم عشان أتاحت لي الفرصة المشاركة مع مجموعة كبيرة من الفنانين. وشكرا وألف مبروك لكل الناس على المعرض الحلو. تحياتي دعاء البيك. دعاء هنو، باحث دكتوراه فنون جميلة ديكور عمارة داخلية، فنان تشكيلي تخصص فوتوكولاج كمبيوتر جرافيك، حاصلة على جوائز أولى كتير في مشاركات متعددة للمعارض بالقاهرة واسكندرية والخارج. بشارك اليوم في معرض رسائل البحر مع الكوميسيرة الفنانة الباشمهندسة هدى عبد المنعم 2025. ده رسائل البحر 2025. بشارك بلوحة فنية فوتوكولاج كمبيوتر جرافيك اسمها عيش البلبل، عن صغار الطائر البلبل اللي بتصرخ من الجوع، والمفروض ان اللي بتمدهم بالغذاء والدتهم مش موجوده، تعبيرا او رمزا عن اطفال اهل فلسطين من التجويع اللي حاصل من في الوقت الحالي. يا رب اللوحه تعجبكم، وهي رمز بس يعني للتجويع اهل فلسطين. أنا مريم أنديل، فنانة تشكيلية، عندي 21 سنة، فنانة تشكيلية كلية الفنون الجميلة جامعة اسكندرية. أنا قسم جرافيك اللي هو تصميمات مطبوعة، رايحة الفرقة التانية. أنا حاليا عاملة لوحتين، الاتنين لينو كات اللي هي طباعة اللينو، واحدة فيهم قالب هالك والتانية فيهم لينو مع كولاج. القالب الهالك أنا سميتها أفراح النوبة عشان أنا جمعت فيها العريس والعروس النوبيين بالزخارف النوبية مع شوية من الموج النيل، واللي فوق سميتها الطبلية المصرية علشان هي فيها القلة وفيها البصل الأخضر، العيش، وهكذا بالطبلية المصرية اللي تجمع كل ده. دي أول مرة ليا أشارك مع الفنانة هدى في معرض رسائل البحر، وما شاء الله المعرض حلو جدا، ودايما يا رب في تقدم وازدهار. شكرا جدا. مساء الخير، معاكم الفنانة ريهام الرفاعي. يشرفني ان انا عارضة النهاردة في معرض رسائل البحر 2، وده يتزامن مع عيد اسكندرية القومي من تنظيم الفنانة القديرة هدى عبد المنعم. وهنا بيضم المعرض مجموعة كبيرة من فناني الثغر، بيعرض كل واحد منهم رسالته بطريقته الخاصة وبرؤيته، سواء تصوير فوتوغرافي أو رسم أو نحت. أنا هنا عارضة تصوير فوتوغرافي، يعني هو مضمونه رسالة من رسائل البحر. الميدالية هنا بترمز لجزء بسيط من المنظر الخلفي للشاطئ، ومع طبعا ألوان البحر والجبال الجميلة. احنا استمتعنا جدا بوجود النخبة الجميلة دي، واشوفكم على خير. طبعا اهلا بكم كلكم، واهم حاجه كلمني في المعرض اللي بنظمها ان الناس تستفيد، ودايما بكون حريصه ان يكون عندنا قامه من الفن التشكيلي يدينا رايه في اعمال الفنانين. ده بيساعد الناس ان هي تحسن شغلها اذا كان في اي مشكله او في عنده عيب معين، ده بيوجهه ان هو يعمل شغل احسن، وبنستفيد من اي حد بيبقى معانا. طبعا النهارده الفنان خالد هانو استاذنا، وتعلمنا منه كتير خصوصا عن اسكندريه والبحر، عنده اعمال كتير جميله جدا. هيقول لنا كلمه ويقول لنا رايه برضه عن المعرض، وده يهمني انا شخصيا جدا. مساء الخير جميعا. والحقيقه طبعا انا اعرفكم كلكم، يعني مفيش حد غريب، كلكم اصحابي.
ومبسوط قوي ان انا موجود معاكم، وطبعا مبسوط بالمجهود اللي بتعمله الاستاذه هدى. المعارض دي حلوه قوي وبتعمل حاله ثقافيه وفنيه في اسكندريه جميله قوي. وانا عديت على كل المعرض، كلها تجارب جميله جدا ومتنوعه، ما بين طبعا تصوير فوتوغرافي والبينتنج والاعمال الكولاج، كلها اعمال جميله وكلها اسكندريه، يعني روح اسكندريه طالع في كل لوحه، حتى الفوتوغرافي اسكندريه. فده طبعا معناه ان احنا اسكندرانيين قوي ومتاثرين قوي، واسكندريه جوانا مش عارفين نطلع منها. انا قلت من غير احسن مش هيبقى احنا سامعين كده كويس. ما انا بقول يعني احنا كلنا فاحساسنا باسكندريه طالع في الاعمال بشكل جميل قوي. ودي حاجه على فكره انا نفسي بدور عليها من زمان، اللي هي بنسموها الهويه، ان احنا من غير ما نقصد على فكره بقى عندنا هويه جميله قوي. الهويه الاسكندرانيه طالعه معانا في الشغل بتاعنا، فاحنا نستمر على ده وما تخليش ان احنا نشوف اعمال تلعب في دماغنا ويقول لك ده فن مش عارف ايه وبتاع. الموضوع ابسط يا جماعه من كده. الجماعه اللي بره في العالم كله ما بيدوروش على الفن بتاعهم، بيدوروا على الفن بتاعنا احنا، بيدوروا على الاصاله بتاعتنا احنا. ويمكن اقول لكم على حاجه بسيطه، يعني لما في المعرض بتاع شوتس قريب كنت مشارك كان لوحتين او ثلاثه، وكان فيهم لوحه 4، كان فيهم لوحه الهندي، اوت الهندي. فاوت الهندي مكان يعني ما اعرفش حد راح ولا لا، مكان شعبي جدا وما تشوفوش جوه، بيسموه اوت خبيني يعني. فالسفيره ما عجبهاش خالص بالاوت الهندي، اشتريتها مع انها ثمنها كان غالي جدا، لكن اشترت اللوحه. طب هي في امريكا، عايشه في امريكا وبتاع، ايه اللي هيخليها تشتري اوت الهندي؟ هو ده اللي انا بتكلم عنه، هو ده اللي خلى نجيب محفوظ بحي الجماليه ومش عارف ايه يطلع للعالميه. لكن طول ما احنا عمالين، في ناس طبعا انا وجهتها واحنا بنتكلم، قلت لها يا جماعه ارسموا، لقيتهم راسمين حاجات حلوه لكن مش عندنا. طب وليه؟ طب الشجر اللي ما احنا عندنا شجر وعندنا بحر وعندنا كل حاجه. فاحنا لو بصينا فتحنا المكان ده هنلاقي قدامنا بانوراما تابلو ويطلع منه مليون الف لوحه. فهو ده اللي انا كاسكندراني والحمد لله بوثق اسكندريه، وهو ده دماغي من ايام زمان. ويمكن الزميله عارفه قد ايه كنا بنعاني في الكليه، الاستاذه دعاء عشان دفعتي، قد ايه بنعاني في الكليه وهم عاوزيننا ننط على شغل مش بتاعنا، مش حاسين بيه يا جماعه. يعني عمل مركب ومش عارف ايه، اتجاهات حديثه، لكن احنا كنا بنفكر بتفكير انا قاعد في مكان معين، طب ما المكان ده ما هرسمه ببساطه يعني. استاذ عاصم اخذ جوائز عالميه تصوير الفوتوغرافي. لو بتاعته لو حضرتك علينا كلمه. اهلا بيك، وطبعا نورنا كل مره، والضيفه الشكايه أجا طبعا نورتونا، وشرف لينا وجودكم معانا، نورتونا. انا شايف القديم جميل جدا، القديم فيه غنى وفيه حاله، يعني ما تسيبهوش، يعني كملي فيه. والجديد حلو، الخطوط بتاعته حلوه، والتصميم طبعا فيه خبره بقى، بيبان فيه خبره، وفيه الحاله بتاعت اسكندريه كمان باينه فيه، بس ده ما يتسابش، ده كمان مهم قوي. انا كل فتره بحاول ان انا اغير علشان ما يبقاش فيه تكرار. يعني قعدت فتره طويله بشتغل افريقي، وحتى خدت نصيحه منك ان انا استمر فيه. انا ما بقدرش اكمل في نفس الحاجه، بحس ان انا بكرر نفسي، فبروح وارجع. خلاص روحي وارجعي بس ده ارجعي له تاني. خلاص ان شاء الله. انا طارق فتحي ياسين، انا مصور صحفي اصلا، وغاوي طبعا تصوير فوتوغرافي، وكفن وكرساله وكعلم كمان.
الفن كفن يعني التصوير الفوتوغرافي كنوع من انواع التعبير عن اللحظه. هي لحظه تجميد اللحظه. تجميد اللحظه بشكل جمالي بياخد شكل فني اكتر من كونه انه يبقى لقطه عامره بالرساله اللي بتوصل يعني احنا دلوقتي في عصر العلوم البصريه او عصر الصوره زي ما بيقولوا. فكون ان انا مشارك في رسالة البحر مع مجموعه جميله، مع المجموعه الجميله دي اللوحه اللي شايفينها دي حضراتكم، هي لوحه توثيق لصيد جرافه بحري. والجرافه دي بينزلوا في وقت معين الصيادين وبيعملوا الشبكه بتاعتهم على اشحال فيول وبيجروا السمك ناحيه الشاطئ، في حين ان يبقى في ناس مستنيه الشبك ده عشان الحصيله دي عشان يشتروا منها. وده ما بيحصلش في اسكندريه كتير، بما ان المعرض يحمل كلمه رسائل البحر، فاحد رسائل البحر هو الرزق اللي ربنا بيبعته. وطبعا انتظار وصول السمك الى الشاطئ، مع طبعا ساعات بتظهر طيور تقعد تستنى اللحظه دي عشان تاخد السمك المحصور في حرف اليو ده، فبتبقى لحظه ما تتكررش كتير يعني، خصوصا في شاطئ اسكندريه. وانا مبسوط ان انا شاركت مع المجموعه الجميله دي واعمالهم الرائعه دي، فدي حاجه تبسطني يعني. شكرا. مساء الخير. مهندسة هدى مسعود، مهندسة معمارية، خريجة كلية الفنون الجميلة قسم عمارة. وطبعا الرسم هوايتي طول عمري، يعني عشان كده برضه يعني ما اخترت العمارة اخترتها بالنسبة بكلية الفنون الجميلة. وبعد ما طلعت معاش بقى ركزت في الهواية وبقيت أشترك في معارض وأعمل لوحات مختلفة وبكل فنون الفن التشكيلي عموما يعني، أو كل الفنون بمعنى أصح بحبها عموما. النهارده مشاركه بلوحه عن البحر واعماقه والرمله والاصداف اللي بتبقى موجوده وصندوق قاع البحر اللي مخلف من القراصنه بس ما فيهوش مجوهرات للاسف. واي حاجه كانت مركونه ازايز، الحاجات دي اللي هي معموله بتكنيك انه يبين ان هي اتاكسدت من وجودها فتره طويله في قاع البحر. ودايما يعني بشارك في معارض كتيره، وكل معرض حسب الموضوع بتاعه. بما ان النهارده رساله البحر فالمسج ان ذا بوتل موجوده جوه الازازه لصاحب النصيب بتاعها. شكرا. Watching. We enjoyed having you. Hope you've enjoyed our episode for today from Gallery Around the World. استمتعنا بوجودكم معنا النهارده في جاليري حول العالم. يا رب تكون حلقتنا امتعتكم. الى اللقاء، حلقه جديده، فن جديد، متعه جديده، وجاليري حول العالم.